السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بما ان الجو ربيع والدنيا جميلة كده، درجة الحرارة عالية جدا والرطوبة عالية جدا، فريت نخلي بالنا من حتة الري، اننا ننظم الري للنباتات. طيب ننظم الري للنباتات ازاي؟ بنقلب وش التربة وبنجس التربة، بنشوف التربة رطبة قوي او لا، بنتأكد من فتحات التصريف انها واسعة او لا. النهاردة في نباتات بتطبخ مننا. بتطبخ ازاي؟ التربة بتكون تقيلة وشايفة شمس بطريقة مباشرة فترات طويلة، وبنسقي. التربة بتريم والنبات ما بيمتصش، الجذور بتبتدي تقف وبيحصل عفن. طب احنا عشان نتلاشى كل ده بننظم الري. تنظيم الري مع توسيع فتحات التصريف، ونتأكد ان التربة بتاعتنا تربة مناسبة. لو خارجي تراب اسمر ورمل، يعني في الغالب الحركة دي بتحصل في النباتات الخارجي اللي هي بتبقى في تراب اسمر صافي او بتبقى في تراب اسمر ورمل، لكن شايفة درجات حرارة عالية والقصيص بيكون حجمه صغير. طيب ممكن ده يحصل كمان في القصيص اللي هو حجمه كبير، اللي هو 38. طب لو ده حصل معانا في اي قصيص من اللي عندنا نعمل ايه؟ بنقلب وش التربه كويس جدا، بنحاول نوسع فتحات التصريف، وبنمنع الري عن النبات، وبنحاول نحط النبات في مكان شمس جزئيه، ما يبقاش الشمس مباشره طول اليوم. نحاول نقلل درجه الحراره، لان الرطوبه الزياده مع السخونيه الزياده بتطبخ الجذور جوه، درجه الحراره بتبقى لا تطاق. فننظم الري، نقلب وش التربه ونوسع فتحات التصريف للنبات، والري يكون على فترات. يعني انا لما اجي اسقي وقت غروب، واسقي حبه بحبه، مش اكب ميه وخلاص. شرب ما شربش خلاص، لازم نتاكد ان فتحات التصريف شغاله، وننظم الري للنباتات بحيث النباتات ما تتاذيش مننا. والله طيب زرع عندي التربه مريمه وعامله ريم والتربه مطبوخه والنبات بيتهالك. والله ممكن لو النبات زينه، معظم النباتات انواع نباتات زينه ممكن تتألم جائر ويتقصقص من الجذور ويعاد تدويرها تاني في قصصات تانيه، وسبق انا شرحت الكلام ده على القناه قبل كده. كل عام وانتم طيبين يا رب، ودايما بخير وصحة وسلام، وكل العالم أجمع في سلام. ونخلي بالنا من النباتات بتاعتنا، لأن هي الحياة اللي موجودة معانا في قلب المكان. كل عام وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.